الناس كلها اجمعت على انها اوحش شكل في الاسماك، وخلوها رمز للحزن والبؤس. هي لو حزينه فمش عشان شكلها، عشان الظلم اللي ظلمناه لها، لان ده اصلا مش شكلها الحقيقي. واسمع القصه. في البداية هقدم لك السي في بتاعها. اسمها العلمي سايكورولوديس ماركديس، كلمة يونانية معناها ساكن حوض الاستحمام البارد. اسم غريب جدا، بتنتمي لفصيلة سايكورولوديتي، ويا رب اكون بقول الاسماء صح. طولها 30 سم، وزنها بيوصل من 2 ل 4 كيلو، وبتعيش ل 100 سنة. تلاقيها قرب سواحل استراليا ونيوزيلندا، وبتعيش في اعماق من 600 ل 1200 متر. نيجي بقى للمهم، شكلها الحزين ده جاي منين؟ الشكل ده وهي بره المية، جسم جيلاتيني بينهار بره الميه، شبه الواحد كده وهو مفلس. لكن تحت الميه مجرد سمكه عاديه كيوت. جسمها هلامي بيوفر طاقه ومش محتاجه تعوم كتير، وصياده كسلانه اصلا، ماشيه مع التيار. كل ما تلاقي قواقع بحريه تمتص فيها، زي وانت رايح الشغل كده ومفيش شغف، او رايح المدرسه ومصحينك بالعافيه. البلوب فيش مش مجرد ميم لسمكه حزينه بيعبر عن حزننا او بؤسنا او العقد اللي فينا. صديقي، البؤس الحقيقي ان يبقى اهتمامنا كله بالتريقه والهزار والتنمر على بعض واحباط بعض، وننسى روعه المخلوق اللي قدامك اذا كان حيوان او انسان. اول ما تحس انك بتتنمر على حد وتقلل منه وتقول له كلام سلبي عشان تجرحه، اعرف على طول انك انسان معقد وقلبك مش سليم، وربك رب قلوب. السؤال هنا بقى وتاني، بتتاكل دي؟ ابحث وتعالى قول لي واكتبوا لنا في التعليقات.